خلي لي بالك يمي وتعال خلينا نشوف الفيديو. من الحالات والمشاكل اللي تصير عند مربين الحمام اللي هي فرة الرجل للأفراخ أو ما يسمى بالكساح أو غير ذلك. شوف لي هاي الحالة يا حبيبي وركز لي عليها. شوف انه الرجل تفتر وحدة او يصير فرة بالرجلين الاثنين، واحدة من هاي الجهة والثانية من هاي الجهة. خلينا نشوف شلون تصير هاي الحالة وشلون نتعرف عليها عند الافراخ وشلون سببها وشلون نقدر نقدم العلاج لها. اول شيء يا حبيبي انه نتاكد هذا الحمام راح يكون عنده نقص سواء بالكالسيوم او سواء بالمقويات العامه من ناحيه الامايات ومن ناحيه الافراخ. اضافه الى ذلك انه الامايات ما نامت على الافراخ بعمر يومين او 3 ايام بالصوره الصحيحه، يعني ما حضنتها بالشكل الصحيح، فهذا سبب انه يخلي الرجل تنفرك لان يظل يدوسن على الفرخات بصوره غير صحيحه. شنو العلاج اللي راح نقدمه بهاي الحاله؟ ركز وياي يا حبيبي. العلاج هو اللي راح نقدمه عباره عن لاستيكه، اضافه الى ذلك الحجول مالت الحمام اللي تستخدم لاي عمر كان. طريقة الاستخدام كيف راح تكون؟ انه اسوي حجل منه وحجل منه، اضافة الى اللاستيك يكون بداخل الحجول. راح اجي والبس الحجول للافراخ اللي صارت عندي بيها هاي الحالة بهاي الطريقة يا عزيزي. لاحظ وياي، نلبس الحجل للرجل الأولى ونلبس الحجل للرجل الثانية. لكن أهم فقرة يا حبيبي، أهم فقرة إنه يوميا نسوي تدليك للرجل من الفخذ بزيت الزيتون. حتى احنا سوينا الحجول ويوميا نخلي تدليك بزيت الزيتون حتى ترجع الرجل لوضعيتها الطبيعة.